كلها في الكلام اساطير. اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتوا ابطال افريقيا مرتين ورا بعض، ما بتحصلش دي كتير، ما تنسوش ده. ترفع راسك انت اهلاوي. قول لهم ده مين؟ ده الاهلي. عطيه بدري، عطيه بدري، اضرب يا بدري. كمان تكبير يا ابن الخضراء. اعرف انت بتتكلم مع مين، واعرف الفارق ما بيننا وما بينكم قد ايه بس. والاهلي رقم واحد وهيفضل رقم واحد طول العمر، ومهما كسبتوا بطولات مش هتيجي 1% من بطولات النادي الاهلي. رد بالكم، الاهلي غدار. الذنب الذي لا يغفر يا ترجي. منذ فاينل 2018 الرادس أوساسيون، كوابيس الأهلي التي لا تتوقف أبدا مع مرور الزمان. ماذا فعلت بنفسك؟ ولماذا جنيت على القارة يا ترجي؟ أمير القارة الإفريقية وملك الألقاب في مواجهة الثأر القديم، الذنب الذي لا يغفر منذ فاينل 2018 الرادس أوساسيون. هنا بدأت هواجس رادس وأحلام اليقظة منذ ذلك العام، كوابيس الأهل التي لا تتوقف أبدا مع مرور الزمان. ماذا فعلت بنفسك ولماذا جنيت على القارة؟ لقد أيقظت غضب الشيطان. النهائي الخامس يتوالى، حقبة الأسمر بيتسو مهدت طريق المجد لعرابهم الأشقر الجديد. لا يتبدل طرف الشامبيونز منذ 2020. الخصوم تغيرت، الملاعب تبدلت، فرجة الواتش تي في تنحدر بين أعلى وأسفل. الزمان والملك والكاتب والأسطورة، الحاكم والجلاد بنفس الصورة، ثابتة بثبات الأهلي في كل فاينل. الذهاب لذهب البطولة والسيرك المنصوب لاستكمال بهلوانيات كولر والنسور. لنا موعد آخر في رادس في 18 من مايو في ذهاب النهائي الإفريقي. دعونا نسطر تاريخا جديد على الأراضي التونسية. الاهلي المصري اسالوا عنه العزيز جوجل، والداهية اليوتيوب، والفيلسوف الفيسبوك، والماكر تويتر. اسالوا عن الاهلي وعن روايع الاهلي وعن ابداعات الاهلي. الاهلي رهيب يا الساده. قصرت كثيرا على اولاد بلدك يا معلول. والاهلي في رادس متخصص يكتب حكايات بريشة فنان. ال 12 في مكانها الطبيعي.